ملكها ومن أهملها أهلكها. فلا يتحقق التغيير في حال الأمة إلا إذا بدأ كل فرد من المجتمع بإصلاح نفسه وتهذيب سلوكه. بالكلمات ديت بدأت النيابة العامة مرافعتها في قضية سوزي الأردنية اللي اتحولت من بنت عادية بتصور فيديوهات في الفصل لظاهرة اجتماعية بتأثر على أجيال كاملة وبتخبط في قيم وأخلاق المجتمع. النيابة قالتها صريحة، دي مش قضية فردية، ده جرس إنذار لحاجة أكبر، شباب صغير بيجري ورا ترندات وشهرة على حساب المبادئ والأخلاق، وكل ده عشان لايك ومشاهدات وفلوس جاية من مصدر مش معروف. البداية كانت من سنتين لما سوزي كان عندها 17 سنة، قررت تنزل أول فيديو ليها من جوه الفصل وهي مع أصحابها. الفيديو انتشر بشكل كبير وسوزي قررت تكمل، بس للأسف الطريق اللي اختارته كان مليان محتوى خارج عن الآداب وفي إيحاءات وعبارات خادشة للحياء كتير جدا. الفكرة خرجت عن السيطرة والسوشيال ميديا بقت ساحة مفتوحة بتنشر محتوى بعيد كل البعد عن أي قيم أو تربية. وصل الحال إن المراهقين بقوا بيقلدوها كأنها قدوة أو مثل أعلى. بالأدلة والإثباتات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات جمعت فيديوهات كتير لسوزي فيها تجاوزات لفظية وسلوكية، ووصفت تصرفاتها بإنها إساءة صريحة للمجتمع والأسرة وكأنها بتصدر انحلال على العلن. النيابة ختمت كلامها بمطالبة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة عشان تبعت رسالة ردع لكل حد فاكر إن الشهرة أسهل طريق حتى لو كان على حساب قيم المجتمع. كانت رسالة العدالة واضحة، مش بس لعقاب الغلط ولكن لحماية المجتمع. وفي النهاية سوزي الأردنية مش مجرد متهمة، دي جرس إنذار كبير لينا كلنا.